هذه العملية. كان بودي أن ألقي عليه هذا السؤال، لو هو أخذ القرار مع الإطار الطبي وقال أنا لست جاهز، فهذه أمور عادية جدا. نعم، هو أكيد أن القرار والموقف موقف جماعي لا شك في ذلك، وهو قام ربما بكل ما يمكن أن يقوم به حتى جاء هنا إلى الدوحة في اسبيطار للعلاج. عبد الرحمن، نعم. ولو بإيجاز، هل تعتقد أن هذا الخبر استبعاد مراد مغني سيؤثر أم لا على المنتخب الجزائري في المونديال؟ أنا أتمنى أنه ما يؤثر على المنتخب الجزائري، لأن كابتن مراد مغني من اللعيبة يعني المهمين في الفريق الجزائري، ولكن أنا أعتقد الأطباء في المنتخب الجزائري أو حتى الكابتن رابح سعدان لو في 1% إمكانية أن يكون مراد متواجد مع الفريق بيخلوه مراد متواجد. أعتقد أكيد كان مشاورة بين الأطباء وبين أكيد المدرب بأن اللاعب لا يستطيع أن يكون متواجد أو يكون ضمن التشكيلة الأساسية، لأن تدري بطولة مثل هذه مهمة بالنسبة للكل، كل اللاعبين لازم يكون جاهزين 100%. نعم، كان إذن هذا خبر اليوم، قرار استبعاد مراد مغني من تشكيلة منتخب الجزائر. الأكيد أننا سنعود بأكثر تفاصيل لهذا الخبر مع نشراتنا الإخبارية المتلاحقة بطبيعة الحال. أعود